بعض فصائل المقاومة أساءت جدا 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 إلى الصباح. هي من مهدت الأرضية للمؤامرة. نعم، عندما تجلسون في القصور وفي المناطق الراقية والمنطقة الخضراء وتركبون أفخم السيارات والحمايات بالمئات وأولادكم في السفارات، ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ لماذا لم تحضروا إلى فاتحة أحمد أو بيت أحمد كمثال؟ لأن الناس أبغضتكم. هؤلاء عوائل الشهداء هم الخير. يجب أن تراجعوا أنفسكم. نعم، أنتم مهدتم للأرضية، رواتب عالية، مخصصات، استغلال المسؤولية بأسوأ أسلوب، عدم النظر إلى الفقراء، رفاهية المعيشة من أولادكم وأحزابكم وقرايبكم، عدم خدمة الناس والمستضعفين الذين انتخبوكم. حرام. سرقة أموال، سرقة الوقت وسرقة الجهد. الكرسي مو ملككم. اليوم هذول رايحين للانتخابات. وهنا أقول كثير من الشباب أصحاب الشهادات لا يعملون. ماجستير لا يعمل، دكتوراه لا يعمل، لأن ليس قريب لمسؤول، مو قريب مسؤول، ولا منتمي الحزب ولا الحركة، يريد يبقى حر أو مستقل. طبعا أنا لا أخالف الأحزاب بالعنوان العام،